هلو أصحابي ورجعت لكم فيديو جديد. وهنا برعاية الأكل الهيلسي والأكل النو هيلسي. فطبعا أنا من ساعة الحمل أنا وزني زاد جدا، فقلت إن أنا هعمل دايت بس بطريقة معتدلة، في نفس الوقت إن أنا مش هضعف جسمي، وفي الوقت التاني إني أنا مش هسيب جسمي إن هو يبوظ مع رغم سن الصغير. وهنا برضو في نقطة مهمة، مش عشان أنا أعمل دايت إن أنا أجبر البيت كله ياكل من أكلي، لأ. أنا ممكن أعمل نفس الأكل بس بطريقة هيلسي وبطريقة نو هيلسي، يعني عادية. الأكل اللي هما بيحبوه في نفس الوقت الأكل هو اللي أنا أكل منه، بس بطريقة تانية. هنا أنا معايا كيلو ونص من اللحمة، قطعت جزء منه كباب حلة كبير، وده اللي هيكون هيلسي، ونص منه ونص الكمية كباب حلة صغير. هنا بعد ما شطفنا اللحمة هناخد اللي هو العادي اللي انا هعمله النيو هيلثي عادي اللي ليهم، وهشوحه شوية على النار من غير سمنة ومن غير اي حاجة. وعقبال ما يتشوح هكون قطعت البطاطس بتاعتي وبتاعتهم. طبعا هما البطاطس بتاعتهم الصوابع، وانا البطاطس بتاعتي الهيلثي اللي هي الكور الكبيرة. وطبعا انتوا عارفين ان الصوابع دي هتتقلي. وهنا بعد ما اللحمة اللي انا بعملها لهم اكلهم هما اتشوحت خالص ولونها غير، هنزلها عليها بكوباية مية مغلية، وهسيبها على النار على نار هادية، مع إضافة ربع معلقة سكر، لغاية ما تستوي تماما بكوباية المية اللي أنا حطيتها. وهنا هجيب اللحمة بتاعتي بقى اللي أنا الهيلسي، وهنزل عليها بالبطاطس المكعبات الكبيرة اللي أنا قطعتها. وملحوظة، لو هتعملي الوصفة دي تخلي المكعبات كبيرة علشان دي هتخش الفرن وهتاخد سوى اللحمة. يعني انت متخيلة ان البطاطس هتاخد سوى اللحمة في الفرن؟ فلو قطعتيها صغيرة مش هتبقى بطاطس، هتبقى هريسة بطاطس. وانا عايزاها كبيرة كده لاني انا بعرف قوي من حاجة المهرية، بحس ان نفسي بتجز منها كده. وهنا معايا 4 بصلات، هاخد بصلتين برضو للوصفة بتاعتي، ونفس البصلتين بنفس الحجم هاخدها للوصفة بتاعتهم. وهنا قسمت البصل بتاعهم، وهنا قسمت البصل بتاعي، واحط على البصل بتاعهم ملح وفلفل علشان طبعا زي ما انتوا عارفين ما يطلعش ريحة. وهركنه عقبال ما اللحمة بتاعتهم تستوي، ودي هتبقى تشويحة أخيرة. وهنا حطيت برضو نفس كمية الملح والفلفل على البصل بتاعي، وهقطع بس الطماطم وهقطع قرن فلفل أخضر. وهنا بعد ما هقطع كل ده هقلبهم كلهم مع بعض. طبعا انا ما بقطعش الطماطم اني انا افتفتها، لا هي الطماطمية 4، والفلفل هقطعه برضو وحدايتين كده علشان انا مش عايزاها سبايسي اوي. وهنزل عليهم برضو برشة من السكر، وهقلب كل ده مع بعضه. وطبعا انا بحط السكر علشان يستعجل لي سوى اللحمة، عشان دي يا جماعة تبقى في الفرن، يعني لو محطيتيش سنة السكر دي هتخلص لك الأنبوبة. فطبعا انا عندي فرن كهربائي، فانا ما بستخدمش الأنبوبة في الفرن كتير غير لما بيكون في كميات اكل بعملها. وهنا اهو قلبت كلهم مع بعض، كله اتشرب من قلب بعض. والصينية بتاعتي هتخش الفرن، بس هرش من على الوش فوق كده سنة ملح وسنة فلفل أسمر علشان البطاطس تكون متدبلة منها. ودي هتخش الفرن وهسيبها براحتها. وهنا بعد ما الأكل بتاعي خلص أنا وريتكم البطاطس شفتوا عاملة ازاي، وده قالت لهم البطاطس بتاعتهم.